السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هندخل على سيشن 2 في تأسيس الساينس. زي ما قلت لكم بفكركم انه الكورس ده للطلبة حبايبي الحلوين اللي داخلين سنة رابعة، اللي داخل 5 أو 6 حتى وحاسس إنه محتاج إنه يتأسس في الساينس ويحبه. الفيديوز دي حلوة جدا ليه. البلانت أساسا جزء أساسي هتلاقوه في كل سنة بنتكلم عن حاجة في البلانت. عايزة اقول لكم انه لحد تالتة اعدادي يمكن لحد ثانوي لو خدت بيولوجي كمان فتأسيس مهم جدا. احنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ تعالوا بس افكركم بحاجة كده. احنا السيشن اللي فات اللي ما شافوش يرجع له كنا بنتكلم عن الايكو سيستم، وقلنا ان الايكو سيستم فيه living organisms و non living things. وقلنا living organisms اللي هي الكائنات الحية، اي حاجة حية. واتفقنا ان living organisms دي اللي هي ممكن تكون plant نبات يعني، ممكن تكون animal، وممكن تكون human انسان يعني. طيب احنا هناخدهم واحدة واحدة كده وبالراحة ونتكلم عنهم بالتفصيل. اول حاجة هنتكلم عنها البلانت. دلوقتي انا عايزة اتعرف على البلانت فلازم اعرف ايه هي البورتس اوف بلانت، يعني اجزاء النبات. ايه هي اجزاء النبات؟ واحدة واحدة كده وبالراحة. ما تنسوش ان انا بعد الفيديو بكرة ان شاء الله بإذن الله هتلاقوني بنزل شورت كده في اهم الكلمات بالترجمة بتاعتها. حفظ الكلمات بالنسبة لك مهم جدا، هيساعدك جدا انك ما تحفظش سؤال كامل بإجابة كاملة لما ان شاء الله بإذن الله تدخل في المنهج. طالما عندك حصيلة كلمات هتعرف ان انت تكتب الإجابة بدون حفظ. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان احنا النهاردة هنتكلم عن البلانت بورتس اللي هي أجزاء النبات. واحدة واحدة كده بالراحة. النبات متقسم لجزئين. في جزء بيكون under the soil يعني تحت التربة، وفي جزء تاني بيكون above the soil يعني فوق التربة. واحدة واحدة كده هنتكلم عن الجزء اللي بيكون under the soil يعني تحت التربة، اللي هو مين؟ حاجة واحدة بس، الروتس. يعني الروتس الجذور، جذور النبات. جذور النبات دي احنا بنشبهها بنقول ان هي بق النبات. انت بقك بتعمل بيه ايه؟ بتاكل وبتشرب. اهي الروتس برضو بتاخد من السويل الووتر والنيوترينز. يعني ايه؟ بتاخد من السويل، بتاخد من التربة المية والعناصر الغذائية. طب يا ميس انا لما باجي بسقي الزرع بسقي الورق ما بسقيش التربة. غلط، مش مهم خالص تسقي الورق، اهم حاجة تسقي الايه؟ التربة، لان السويل هي اللي بيكون فيها الووتر ودي اللي بيقدر ياخد منها النبات المية، لكن انت مهما تحط له مية هو مش هيعرف ياخدها. خلاص؟ طيب يبقى اول حاجة اتكلمنا عنها الروت وقلنا هي موجودة فين؟ under the soil. بتعمل ايه؟ absorbs water and nutrients from the soil، يعني بتمتص الووتر اللي هي المية والنيوترينتس اللي هي العناصر الغذائية. منين؟ من السويل. طب عايزين نشوف بقى الجزء اللي بيكون above the soil. ده بيكون فيه كذا بارت، بيكون فيه كذا جزء. أول حاجة stem. ايه الستم دي؟ عارف انت الفرع الأخضر كده؟ هو ده اسمه stem. خلي بالك ممكن يكون فرع أخضر ومتعلق عليه الورق كله والورود كلها، وممكن نكون بنتكلم عن الترونك دوت اللي هو جذع الشجر ده برضو ستم. خلاص؟ طيب الستم ده قلنا بيكون فين؟ بيكون above the soil. بيعمل ايه بقى يا حبايبي؟ مش الروتس اخدت الووتر والنيوترينز هينفع تفضل ماسكاها كده؟ لا طبعا. طب هتعمل ايه؟ الووتر والنيوترينز دي هيطلعوا من الروتس يمشوا في الستم. خلاص؟ يبقى هي بتعمل ترانسبورت، بتنقل الووتر والنيوترينز من الروتس للايه؟ للليفز، لان هي اللي هواصله ما بينهم. بتوصل من الروتس اللي هي الجذور للليفز اللي هو ورق الشجر. طيب تمام.
فيها فايدة تانية أنا مش كاتباها بس عايزة أقولك عليها. خلي بالك إن الستيم دي هي اللي بتعمل فيكس للبلانت in the soil. يعني إيه؟ يعني بتثبت النبات في التربة، بتخلي النبات ثابت في التربة، مش مع أي هواء أو مع أي حاجة يقوم جاي إيه مقطوع يعني، أو فاهمين؟ طيب دي الستم. في مين كمان؟ في الليفز. ما هو احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الستم بتاخد الووتر والنيوترينز توديها للليفز. ليه يا ترى؟ تفتكروا الليفز دي ايه فايدتها؟ اولا يا حبايبي عايزاكم تعرفوا ان الليفز دي هي ماما البلانت. يعني ايه ماما؟ يعني هي اللي بتعمل للبلانت الاكل بتاعه، الاكل اللي هو محتاجه. طب بتعملها ازاي؟ عن طريق عملية مهمة جدا اسمها photosynthesis process، يعني عملية البناء الضوئي، وهنتكلم عنها بالتفصيل. خلي بالك احنا بس ماشيين ايه زي ما اتفقنا، واحدة واحدة، فيديو صغير فيديو صغير عشان انت ما تزهقش. طيب اخر حاجة بقى هنتكلم عنها الفلاور. انا عارف يا ميس الفلاور، الوردة. برافو. ايه اهميتها؟ هتقولي يا ميس بشمها بس. طب ما في ورد ملوش ريحة. هتقولي النحلة بتروح تاخد منها النكتار بتاعها واللي هو الرحيق يعني وتعمل العسل. اقول لك لا، مش هو ده بس. بصوا حبايبي، الفلاور دي بيكون جواها سيدز. يعني ايه سيدز؟ يعني بذور. البذور دي بتخلي ان انا اخدها واعرف ازرع نبات جديد. وعلى فكرة مش شرط ان انت تاخدها من الوردة، هي ممكن تتنقل من مكان لمكان عن طريق الرياح، عن طريق المية، ايا كان يعني. خلاص متفقين؟ يبقى الفلاور بتكون فين؟ بتكون on the stem، على الستم. تمام. بتعمل ايه؟ produces seeds، بتطلع بذور. ليه؟ to make new plant، عشان نصنع نبات ايه؟ نبات جديد. وبكده نكون اتكلمنا عن البلانت بوردز، أجزاء النبات. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو والشرح، اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس الصغنن اللي بيكون موجود تحت ده عشان كل ما ننزل فيديو جديد يجيلك على طول. يلا حبايبي، مع السلامة.